الفائز من الاهلي والرجاء هيقابل الفائز من شبيبة القبائل والترجي. سكة الاهلي مش سهلة، بما يعني ان الدور نصف النهائي هيبقى صن داونز امام الوداد المغربي، وده ماتش ايضا نار كروية. الرجاء المغربي، عشان نبقى عارفين برضو الرجاء المغربي، منذر الكبير هو المدير الفني، وده كان مدرب على فكرة منتخب تونس في بطولة افريقيا السابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، هذا أول تعليق من الإعلام المصري عن نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين الأهلي المصري ونادي الرجاء الرياضي المغربي. قبل استماع المرجو اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز. تابعتم قرعة دوري الأبطال وقرعة الكونفدرالية، وكلكم عارفين نظام القرعة. احنا عارفين ان عندنا 4 مجموعات في دوري الأبطال و4 مجموعات في الكونفدرالية. بياخدوا الأول والثاني من كل مجموعة، يبقى 2 في 4، هذا هو دور الثمانية. وبالتالي قواعد دور الثمانية ان مفيش فرقتين في المجموعة الواحدة يلعبوا مع بعض، يعني ما ينفعش الاهلي يلعب مع صن داونز. عارفين مجموعة الاهلي تصدرها صن داونز، وجاء الاهلي في المركز الثاني، اذا مبدئيا ما ينفعش الاهلي يلعب مع صن داونز. الامر الثاني انه التواني بيلعبوا احد الاوائل. طبعا احنا بنشيل الاول بتاعنا اللي هو صن داونز، يبقى الاهلي امامه 3 اوائل فيما يتعلق بالقرعه. كلنا عرفنا انه القرعه سحبت الاهلي امام الرجاء البيضاوي المغربي. ذهاب دور الربع النهائي هيبقى احد ايام 21 و22 ابريل في ملاعب الفرق المذكورة أولا. الفرق المذكورة أولا هنقولها دلوقتي، اللي هي التواني. التواني زي الأهلي هيلعب المباراة الأولى على ملعبه، ومباراة الإياب اللي هي العودة يعني خارج ملعبه. يبقى قلنا الذهاب يومي 21 أو 22 إبريل الشهر اللي احنا فيه ده، والإياب 28 أو 29 إبريل. قرعة ربع النهائي بشكل عام، سيمبا التنزاني مع الوداد المغربي، دي أول مباراة. الأهلي المصري مع الرجاء المغربي، دي تاني مباراة. شباب بلوزداد الجزائري مع صن داونز الجنوب إفريقي، دي تالت مباراة. شبيبة القبائل الجزائري مع الترجي التونسي، دي رابع مباراة. طيب، دور النصف النهائي، يعني النهارده ادي كل ماتش هيطلع منه فرقه، يبقى احنا كده بنتكلم على 4 فرق هيطلعوا. الفائز من الاهلي والرجاء هيقابل الفائز من شبيبه القبائل والترجي. سكه الاهلي مش سهله، لان انت بتلعب مع انديه من شمال افريقيا، الامور بتبقى معقده شويه، ولو انه صن داونز الجنوب افريقي ايضا من الفرق الكبيره المزعجه يعني. لكن ان شاء الله الاهلي والرجاء سيفوز الاهلي بمشيئه الرحمن بمجموع المباراتين كما فعل الموسم الماضي، وكسب الرجاء بمجموع المباراتين 3-2. الفائز من الاهلي والرجاء هيلتقي مع الفائز من شبيبه القبائل والترجي التونسي، واتصور ان الترجي هو الاقرب، وإن كان الترجي ما هوش ترجي بتاع زمان بصراحة يعني، لكن في كل الأحوال أتصور هذا. الفائز من شباب بلوزداد وصن داونز هيلتقي مع فائز من سيمبا والوداد. أعتقد أن صن داونز سيحقق نتيجة إيجابية ذهابا وعودة على شباب بلوزداد، وأعتقد الوداد أيضا سيحقق نتيجة إيجابية مع سيمبا، بما يعني ان الدور نصف النهائي هيبقى صن داونز امام الوداد المغربي، وده ماتش ايضا نار كرويه. بعد كده الدور نصف النهائي اللي انا اتكلمت عليه ده هيبقى يوم 12 او 13 مايو ذهابا، ويوم 19 او 20 مايو ايابا.
تمام تمام. في حال ان شاء الله تأهل الاهلي هيلعب مباراة الاياب ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه. يعني ان شاء الله باذن الله لما يعدي الاهلي لهذا الدور هيلعب المباراة الثانية هنا في استاد القاهرة عشان يتأهل منها للنهائي باذن الله. على فكرة مهمة قوي ان انت تلعب اللقاء الاياب على ملعبك، لكن الفاينل بمشيئة الرحمن في حالة وصول الهلال الاهلي هيبقى خارج ملعبنا. النهائي احنا قلنا نصف النهائي الاول نصف النهائي الثاني هيلعب ذهاب الدور النهائي 2 يونيو والاياب 9 يونيو. حال تأهل الاهلي بقى للمباراة النهائية هيلعب الذهاب زي ما قلنا على ملعبه في استاد القاهرة، بينما الاياب هيبقى خارج ملعبه. الرجاء المغربي عشان نبقى عارفين برضو الرجاء المغربي منذر الكبير هو المدير الفني، وده كان مدرب على فكرة منتخب تونس في بطولة افريقيا السابقة، بطولة افريقيا اللي فاتت على طول. منذر الكبير زي ما انا قلت الرجاء تصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، وده رصيد عظيم جدا، وفاز في 5 مباريات على فايبرز الاوغندي 5-0 وسيمبا التنزاني 3-0 وهوريا كوناكري 3-1 وبعد كده 2-0 و3-1 وتعادل في مباراة كانت مع فايبرز الاوغندي 1-1. وزي ما قلت سجل 17 هدف وهو اقوى خط هجوم في دور المجموعات، ودخل مرماه فقط لا غير 3 اهداف. حاليا الرجاء بيحتل المركز الخامس في الدوري المغربي برصيد 33 نقطة. وعلى فكرة وانا بكلم حضراتكم دلوقتي هناك مباراة في الديربي هناك في المغرب في الاسبوع ال21 في الديربي بين الرجاء والوداد في مركب طبعا محمد الخامس الاستاد العملاق، وفي الدقيقة 51 احنا دلوقتي والنتيجة 1-1. يعني اذا واضح ان الرجاء تحسن بشدة، لان الوداد هو بطل طبعا اخر نسخة ومن الفرق طبعا المصنفة قوية للغاية يعني. لكن حاليا الرجاء بيحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر اللي هو الجيش الملكي. حمزة خايا يعتبر هو أخطر لاعب الرجاء بعد تسجيله 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا وصنع هدفين، يعني ساهم في 7 أهداف مع الرجاء في دوري الأبطال هذا الموسم. هذا فيما يتعلق بدوري الأبطال، يعني إن شاء الله إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم، وأذكركم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتركوا إعجاب وكذلك تعليق كي نستمر في تقديم المزيد.